السلام عليكم الخوت. مرحبا بكم في القصة الجديدة ديال الكهف الجن. اللي ما شافش القصة الاولى ديال صاحب الجني يمشي يشوفها، بقاش هي تقريبا هي التكميلة ديالها، كيفاش غادي يوقعوا المشاكل وكيفاش غادي يعاونوا داك الهاكر اللي كان في القصة اللي فاتت. يلا بسم الله نبداو القصة ديالنا. القصة غادي نبداوها عند ابانوخ، غادي نشوفو كيفاش عاش حياته وكيفاش طاح في المشكل، وغادي نرجعو عند داك الهاكر واللي غادي يكمل لينا القصة ديالو وكيفاش عاونو. يلا بسم الله نبداو القصة ديالنا. في العالم ديالنا تتربطنا بزاف ديال القيود والقوانين، اللي خالف شي قانون تيتأثر او تيتعدم او تيبقى مسلسل حتى يموت. انا خالف واحد القانون من غير قصد مني، واللي غادي ندم عليه حياتي كامل. غادي نبداو القصة من عند الاب ديالي اللي كان قاد واحد الملك ديال الجن في واحد الحرب، وكان السبب باش يولي حاكم المنطقة ديالنا. ومن بعدها تزوج وجابني انا لهاد الحياة وسماني ابانوخ. انا دابا مريح في القصر ديال الوالي، والخدم تيدورو في القصر، وكل واحد من الخدم عنده مهمة خاصو يدوزها كل نهار. ومن المهمات الحرب بين القبائل اللي تيحميونا الجيش ديال الوالد كل نهار، ولا تطلب من الامر تندخلو كاملين، الاب ديالي وانا وتا الامراء واللي كانوا الحكماء والابناء ديال الحكماء. مثلا انا تكون عندهم واحد القوة كبيرة، لان كل عام تتزاد من قوة، وبواحد المشروب تيشربوه كل عام. واحد الفترة زمنية في السنوات القادمة تندير واحد الموعد في واحد النهار بالضبط مع واحد الساعة بالضبط تنشربو فيها هذاك المشروب اللي تتزاد منه القوة. الا ما شربتيش هذاك المشروب ديك العام تنهبط لك القوة ديالك بزاف اكثر من اللازم، ويمكن يقتلك اي جني. الخوت حنا الجن عندنا القتل بحال شي غريزة، والاخص لكان ديك اللي غادي يقتليه كان دار لك شي حاجه وبغيت ننتقم منه. القصه ديالي غادي تبدا من واحد النهار جندني الوالد مع الجنود ديالو باش نمشيو نتحاربوا مع واحد القبيله اخرى، وديك القبيله الاخرى عندها زعماء كبار اللي يمكنهم يقتلوني بسهوله. قال لي الوالد غادي يدخلوا معاهم في الحرب، الجنود ديال غادي يدخلوا معاهم في الحرب، انت غادي تسلت وغادي تطلع القصر ديال الملك وغادي تقتل الملك اللي معاه في البيت. استعدينا ومشينا باش نبداو الحرب. كيفاش وصلنا؟ دخلنا في حرب ضد القبيله الاخرى. انا فاش خليتهم تساليت ودرت من القصر من اللور، سلقت القصر وطلعت للبيت ديال الحاكم ديالو. الحاكم ديالو سطونعت، شديتو قطعت ليه راسو، الراس ديالو درتو في واحد الخيش باش نديه للوليد كوليمة ديالو. درت الخيش على ظهري وبغيت نقز من السرجم. فاش بغيت نقص سمعت واحد الصوت، خافت، بكاء ديال شي درية. رجعت بشوية طليت تحت الناموسية ونصيب واحد الدرية. قلت ليها شكون انتي؟ قالت لي انا بنت الحاكم. قلت ليها واش ديري هنا؟ قالت لي جيتك فاش كنتي تتسلق في القصر
وجيت خشيت تحت الناموسية. خرجتها بشوية، فاش خرجتها كانوا عينيها كيبريو. الصراحة فتناتني بالجمال ديالها. شديت ليها في ايديها وقلت ليها ما تخافيش، ما غاديش نخيطك بالشر. قالت لي عافاك ما تقتلونيش. قلت ليها كاين اللي قتل هاد الزين. قالت لي الجنود ديالك غادي يطلعوا دابا وغادي يقتلوني. قلت ليها ما تخافيش. حطيت الخيشة تماك، مع انا كنت من الجن الطيار. ركبات فوق ظهري ومشينا لواحد الجبل. قلت ليها دخلي لي هاد الكهف وستنايني انا تنجي عندك. حطيتها ورجعت للقصر، هزيت الخيشة وسط الجنود ديال الوالد. صافي كملوا الحرب. رجعنا عند الوالد، عطيتو الخيشة. قال لي قتلتي؟ قلت لي هو الراس ديالو. قال لي كان مع شي واحد في البيت. قلت لي لا، ما كان مع حتى واحد. صافي فرحوا بهذاك الانجاز، خليتهم حتى نعسو وانا نمشي لداك الجبل. دخلت للكهف، الدرية مخشية في القنت وتتبكي. مشيت عندها، قلت ليها ما تخافي ما والو. قالت لي فيه الجوع. قلت لها انا نجيب لك الماكله ونجي. مشيت للقصر ديالنا، جبت الماكله ورجعت عندها. قلت لها عاودي لي على راسك. قالت لي انا بابا كان تيتعدى عليا وديما كان تيتعدى عليا، ولدني مع شي وحده اخرى ما مجوجش بيها وبقى تيتعدى عليا انا. قلت ليها صافي راه هو مات. قالت لي ولكن، قلت ليها ما كاين لا ولكن لا والو. قلت ليها كان تيتعدى عليك صافي راه قتل. عنقتها تنعست ليا فوق صدري، وبقيت قاعد ديك الليل حتى الصباح. فاش فاقت قلت ليها تسنى نجيب لك الفطري ونجي. قالت لي صافي واخ. مشيت للقصر، قال لي الوالد فين كنتي؟ قلت ليه راه مشيت خرجت بقيت تندور وانا نمشي. قال لي ما دايراش ليك بقى الدور هنا. قلت لي صافي الوالد بلا ما تحكر عليا. دخلت للقصر، هزيت الماكله وانا نمشي. وصلت عندها، ريحت معاها، بقيت معاها فطرت معاها وحنا نخر بقينا تندورو شماك. قلت لها واش غادي تبقاي نتيا في ديك الجبل ولا تمشي شي بلاصه اخر؟ قالت لي بغيت نقلب على الوالده ديالي. قلت لها عطيني شي حاجه من ملابس ديالها ولا شي حاجه تفكرك بها. قالت لي ما عندي والو. قلت لها راه ما يمكنش تبيع. قالت لي عارفه السميه ديالها؟ قلت لها السميه ديالها؟ قالت لي الاسم ديالها هو أمنية بنت زحالف. قلت لها شكون؟ قالت لي أمنية بنت زحالف. قلت لها زحالف ملك الجن؟ قالت لي ديك الساعة انا تخلعت. قلت لها أمنية راه ماتت ديك الساعة. قالت لي وفين تتعرف انت؟ قلت لها كنا مصاحبين مع الملك زحالف، وفاش كنا في حرب أمنية بنت زحالف ماتت. زادت تبكي وقالت لي بغيت نشوف زحالف. ديك الساعة انا تخلعت. قلت لها ولكن زحالف راه انا العدو ديالو. ديك الساعة تحولت من طريفة لواحد الجنية خبيثة. قالت لي كيفاش انت العدو ديالو؟ قلت ليها فاش دخلنا في ديك الحرب وماتت بنته يتحابني انا اللي قتلتها.
وديك من تماك وبقى تابعني. واحد النهار تلاقيت انا وياه وهو يشدني، كان ديك الوقت كان غادي يقتلني. بقيت معاها تهدنت وعرفتها بلي انا غير غالط فيا زحالف. بقات تبكي، قلت ليها خصني نشوف زحالف ونقول ليه عليك. خليتها ورجعت للقصر. قلت للوالد راه تلاقيت مع واحد الدري وما عندهاش فين تسكن. قال لي وشكون هادي؟ قلت ليه تلاقيت معها في الشارع. قال لي ما تعرفهاش؟ قلت لي ما تعرفهاش. قال لي جيبها ولا شكيت فيها غادي نقتلها. رجعت عندها ورجعتها وقلت ليها ما تقوليش لبا شكون انا. قالت لي صافي واخا ما تخافش. ديتها للقصر دخلتها، شافها با بقات يخنزر فيها، ما هضرش معاها وانا ندخلها. قلت ليها غدا غادي نمشيو عند زحالف ونتلاقاو معاه. نعست ديك الليلة وانا خايف من الغدا اش غادي يطرا. خوت، هو النهاية ديال الجزء الأول. تسناونا في الجزء الثاني إن شاء الله، حتى هو غادي يكون زوين. يلا نخليكم الله يعاون.